المرأة هذه إذا كان بغات تنحي شوية من شعرها من غير الحلاقة، أما الحلاقة فاجرة فلا ينبغي أن نذهب إليها مهما كانت، ولو تروح للحج ألف خطأ. فمنها امرأة في دارها بغات تقص شعرها شوية بشرط أن لا تتمثل بالرجال، ثانيا أن لا تتمثل بالفجرات تاع أوروبا. عندها شعرها طويل عسبها القردون هذا كما تقولون انتوما، بغات تتنقص شويه بحيث ما توليش كي الراجل وما توليش كي الفجرات تاع اوروبا. العلماء قالوا ما فيها باس ان تقصر قليلا من شعرها، لان نساء الرسول صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح مسلم وانا هذا الحديث هذا ناقشت به احد كبار القضاة في المدينه اللي هو الشيخ عطيه سالم، لما قال لا يجوز وقلت له يجوز وجبت له الحديث، قال الحديث هذا ما بلغنيش، وجبت له من صحيح مسلم وزاد دار وعاودها وقال نعم ما دام عندنا حديث صحيح، والشيخ هاو جابه في الحلقه تاعو قال يجوز ان شاء الله لان هذا الحديث صحيح والنساء تاع الرسول صلى الله عليه وسلم داروه. ولكن الصبروا، ما يجيش واحد يقول لك ها هم داروها نديروها. كيفاش داروا؟ نساء الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم واصبحنا غير حاجه الى الزينه، صبحوا ما يتزينوش لان راجلهم مات لما يتزينوا، لان النساء المؤمنات كانوا يتقيدوا بالزينه لزواجهم، ماشي حنايا كيما حنا النساء تاعنا يتزينوا لبرا كي